رجعت من الشغل الصبح وقبل ما انام نقعت الفراخ ودخلت نمت. وقمت الساعة 3:30 ال- العصر. قايمة بقى اشوف الدنيا فيها ايه، لقيت المية قطعة. وهنا كانت المفاجأة، يعني انا كنت مقررة اعمل محشي من قبل ما انام، وقلت مش هياخد فيدي وقت. وطبعا قلة المية دي خلتني مش عارفة اتصرف خالص. طلعت كده الازازة اللي كنت ملياها وابتديت، انا كنت نقع الفراخ بقى في المحلول بتاعها وابتديت اشطفها كده. الحمد لله ان انا غسلتها قبل ما انام يعني ونقعتها، وقلت خلاص هعمل لهم صينيه بطاطس وفراخ. واسرع حاجه واكتر حاجه ما توسخليش مواعين كتير. وقلت هعمل كل حاجه على ايدي عشان ما بهدلش الدنيا حواليا. قشرت البطاطس وقطعتها، وبعدين قلت عايزه احضر كل حاجه كده سريعه، ومش عايزه استخدم بقى النار كتير واستخدم حلل كتير ومواعين كتير. حضرت الخضار ده اللي هتبل بيه الفراخ وهتبل بيه برضو البطاطس. طلعت ليمون وبصل وفلفل وطماطم، وهجيب شوية توابل كده احطها جنبي، وهحط منها معلقة صغيرة على التتبيلة دي من كل حاجة، يعني معلقة صغيرة. جبت طبعا السبع بهارات وملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر، وكمان بابريكا مدخنة وملح. هقطع بقى الفلفل والليمونة كده، كنت شايلة القشرة بتاعتها من تحت ومن فوق وسايبة منها جزء من القشر. وقطعت الطماطم والبصل والفلفل وهي التوابل، سبع بهارات والبابريكا والثوم البودر على البصل البودر وملح. وكمان حطيت معلقة صغيرة من الزعتر. هنا الكاميرا فصلت، حطيت كل التوابل دي وضربتهم كويس جدا. جبت صينية ودهنتها كده معلقة من السمنة البلدي اللي احنا سيحناها. بصراحة طعمها حلو جدا، وكنت غاسلة الفراخ بقى كويس قوي. حطيت بقى الفراخ كده في قلب الصينيه زي ما انتم شايفين، ونزلت عليها بالتتبيله بتاعتنا. سبت شويه صغيرين كده للبطاطس، وهبتدي ادلك بقى الفراخ بالتتبيله دي. عايزه اقول لكم انا بعتمد التتبيله دي كمان في الشوي، خطيره. الشوي بقى في الصينيه تدخليها الفرن، هتعمليها على النار من فوق، تتبيله حلوه جدا. تقدري كمان تسيبي فيها الفراخ شويه. انا طبعا كان الوقت متاخر ومش هسيبها في التتبيله، يعني في الوقت ده انا كنت مولعه الفرن قبل ما اجهز صينيه البطاطس وهدخلهم الاتنين مع بعض. زي ما اتفقنا مش عايزين نبهدل مواعين كتير. معلقه سمنه كده بلدي في الصينية، وبعدين هنزل عليها بالبطاطس. قطعت عليها بس بصلاية واحدة حلقات. اقطع بقى بصلايه حلقات كده عليها، وهنزل عليها ببقيه التتبيله اللي احنا عاملينها. طبعا التتبيله فيها كل انواع التوابل، وفيها ملح وفيها كل حاجه. ظبطت كده الصينيه وقلبتها كويس جدا. عايزه اقول لكم طعمها بيبقى تحفه. كنت مطلعه كيس شوربه شايلاه في الفريزر، حطيت بس على البطاطس، دخلتها الفرن، وبعد كده طلعتها وحطيت عليها نص كوبايه بالظبط من الشوربه. هعمل رز واحده واحده، لقيت في وقت يعني الساعه لقيتها لسه 4:30. ابتديت بقى احمر كده الرز، وهنا قالوا لي تعالي تصوري. الساعة 4:30 كده، وابتديت احمر بقى كده في شوية من الرز. هنعمل الرز واحدة واحدة، اول ما ياخد لون هنزل عليه بالرز الابيض. احنا بصراحة بنحب طعمه جدا وريحته جدا. نزلت عليه بالرز الابيض، وطبعا الشوربة طلعتها. وهنزل كده بكوباية من الشوربة وكوباية من المية على حسب طبعا كمية الرز. المية تغطي الرز بتاعك، وهتظبطي الملح بتاعه وبس كده. لو مش عندي شوربه بحط ميه بس، ممكن احط مع الملح مكعب مرقه، بس انا كان عندي شوربه فحطيت نصها ونصها، وقلت بسرعه وانا واقفه قطع لنا طبق سلطه. يبقى نعمل بقى شويه الرز والبطاطس والفراخ وجنبهم طبق سلطه، ودي بالنسبه لي اسرع اكله، اللي مش هتاخد منك ساعه في تسويتها في الفرن، وكمان نص ساعة تحضير قبل كل حاجة. فكان قبل الميعاد خلص الأكل كله. قطعت بقى شوية سلطة خضرة كده، وانا واقفة عمالة ارغي معاهم واقول لهم يلا بسرعة، الساعة عدت 5 واحنا واقفين. وطبعا قلة المية دي كانت مكركبة الدنيا حواليا جدا. عملنا بقى حتة طبق سلطة بصراحة تحفة. ما لقيتش عندي خضرة، وقعدت ادور ما لقيتش خالص، وما كنتش عاملة حسابي وما جبتش. فقطعت بقى حتة من الكابوتشا دي وقلت مش مهم. بجد اسرع اكله ممكن تعمليها، اعتمدي تتبيله الفراخ والبطاطس دي، جربيها بالطريقه دي، تحفه. زودي بس البطاطس بعد ما تحطي التتبيله عليها دي نص كوبايه من الشوربه. ولو انت عايزاها حمراء ممكن تضربي بقى طماطميتين كده في الخلاط مع معلقه صلصه وتحطيهم فيها. بس انا بحب لونها كده، ما بتبقاش متسبكه قوي ومش بيضه قوي. طعمها بصراحه بيبقى خطير. انا بحب البصل مع السلطه، لو بتحطوا برضو بصل مع السلطه قولولي. ولو بتحبيها من غير بصل، عشان اكتشفت ان في ناس بتحبها من غير بصل.
جبت شويه عصاير بقى. عايزه اقول لكم انا من فتره قريبه بس جربت عصير الدوم، ما كنتش جربته وطلعت كان فايتني كتير جدا، طعمه تحفه يا جماعه، حلو قوي. وجبت طريقته وهبقى اعمله معاكم، حلو قوي. إيه الجمال ده كله. بصراحه زعلت ان انا ما دقتهوش قبل كده، عجبني جدا جدا جدا. صبينا بقى العصاير وعملنا حطينا بقى عصير الثوم والصوبيا والتمر والفراخ والبطاطس بقى لونهم تحفة. انا كنت مشغلة الفرن طبعا من فوق من تحت، هم قعدوا ساعة في الفرن واستووا، او ساعة وربع تقريبا. شايفين لون الفراخ كان عامل ازاي؟ بجد كانت خطيرة، حلوة قوي. والصوص بتاعها طلع طعمه تحفة. حطيت شوية من الصوص ده فوق الفراخ، فالفراخ مشوية بس بصوص كده وطرية من جوه ومش ناشفة، والبطاطس استوت في قلب شوية الشوربة والتتبيلة دي. بجد أكلة تحفة، بألف هنا وشفا. ولو لسه بتشوفيني لحد دلوقتي، شكرا انك بتشوفي الفيديو للآخر. عايزة بقى اللي انت لو بتشوفيني مش عاملة متابعة للصفحة، استنيكي بقى تعملي اشتراك وتفعلي جرس التنبيه عشان يوصلك مني اشعار بكل جديد. وبقيه الشوربه عملت بيها شويه لسان عصفور، حمرتهم كده بشويه سمنه بلدي وحطيت عليهم الشوربه غلوه واحده وطفيت عليهم، وهي استوت في الشوربه فما بيفش مني خالص وما بيشربش طبعا كميه الشوربه كلها. بجد طعم الاكل كان تحفه. اي نعم كركبنا الدنيا حوالينا، بس اكله سريعه في ساعه واحده. لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، وباي باي.